السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. واليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الفطيرة بحجم عائلي ممكن تعتمدوها لشهر رمضان ضمن الوصفات الرمضانية، وممكن أنني نقول لكم ضمن الوصفات السهلة للشهر رمضان المبارك. فطيرة اللي سهلة وسريعة بدون درك وكذلك بدون زبدة، صحية كما قلت لكم. غادي تحضروها دفعة واحدة وكذلك بواحد الحشوة اللي بدون طهي، كتجي رائعة قطنية كما كتشاهدوا في الفيديو. كيجي هذا العجين صراحة روعة قطني. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. نخليكم مع المقطع حتى الاخير، كنقول لكم مرحبا بكم. بسم الله على بركة الله. هنا في واحد البول غادي نحتاج ملعقة من الخميرة، ممكن الخميرة المعجونة، ملعقة كبيرة من السكر، 200 مليلتر من الحليب اللي كيكون دافئ، ما يعادل كأس من الحليب. كنخلط الكل جيدا، ومن بعد غادي نضيف كأس من الماء ما يعادل 200 مليلتر. ممكن ما تستعملوش الحليب، ديروا فقط الماء وتضيفوا الحليب البودرة، ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة. هنا غادي نضيف بياض بيضة، وبالنسبة للصفار غادي نحتفظ فيه لما بعد. غادي نضيف 4 ملاعق من الزيت، ممكن ديروا الزيت النباتية، كما ممكن تستعملوا زيت الزيتون. غادي نضيف ملعقة صغيرة من الملح، الزعتر، ثوم بودرة، وكذلك الفلفل الحار أو السودانية على حسب الرغبة ديالكم في المنسمات. أنا استعملت هاد المنسمات كيجيبوها الصراحة رائعة. وغادي نبدا في إضافة الدقيق. غادي نضيف 3 الكيسان من الدقيق ونصف، ما يعادل 350 غرام تقريبا من الدقيق. غادي نبقى كنضيف كأس بكاس، وأنا كنجمع. من بعد استعملت الملعقة، كتجمعوها فقط باليد ديالكم او بالملعقه. كتبقى لي واحد العجين اللي هو خفيف تقريبا بحال شكل الشفنج. ما كتخليوش ما كتجمعوش كيكون قاصح، كيكون غير خفيف. ومن بعد كتجمعوه هكا بواحد الملعقه ديال الزيت وتخليوه يختمر جانبا. هنا غادي نحتاج الحشو 200 غرام من الكفته. انا استعملت هنا كفته بقريه، ممكن تستعملوا الدجاج او قطع الدجاج على حسب المتوفر. غادي نديرو هنايا بصل او بوارو فعلى حسب المتوفر. اما الى عندكم البصله الخضراء كتجي الصراحه في هذه الوصفه افضل. انا ما كانش عندي هنا البصله الخضراء واستعملت هذا البوارو هذا. الا ما متوفرش عندكم مره ممكن تستعملوا كذلك البصل الاحمر ولا البصل الابيض اللي عندكم استعملوه. قطعوه رقيق مزيان باش كيتخلط لينا مع الكفته. هنا قطعت شويه ديال القزبر والمعدنوس رقيق، وغادي نضيفوا الكفته. بالنسبه للتوابل غادي نضيف الملح والقليل من الابزار والقليل من الفلفل الاحمر او البابريكا، وغادي نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد 5 المعالق، مهم عينكم ميزانكم. وغادي تخلطوا هذا الحشو مزيان. علاش قلت لكم ضروري خاص البصل يكون مقطع رقيق مزيان باش كيتخلط لينا مزيان. وغادي نخليها جانبا. من بعد ما العجين كيختمر، انا خدا ليا هنا نصف ساعه. الا كان الجو سخون دغيا كيختمر اكثر كما كتشوفوا. واخا ما بدلوش راه كيولي كله فقاعات. هنا خديت واحد الصينيه اللي غندخلها للفرن، غادي ندهنها بالقليل من الزيت. غادي نحاول انني نجمع العجين ديالي، نخلي واحد 2 دقائق ونبدا كنبسط فيه باليد ديالي غير باش يسهل لينا فاش تكونوا كنبسطوا فيه. كتخليوه يرتاح واحد 2 ديال الدقائق. كما كتشوفوا العجين واخا ما بدلوكش راه كله فقاعات. انا كان نبسط فيه وراه كله بالفقاعات. كتبسطوه جيدا كما كتشوفوا. كتولي واحد كيولي رقيق رق من الخبز. وهنا بالنسبه للصفار ديال البيضه اللي احتفظت به من قبل، غادي نضيف ليه واحد شويه ديال صلصه الطماطم وغادي نخلطو.
كما ممكن تضيفوا ملعقه كبيره من الحليب الا ما بغيتوش تضيفوا صلصه الطماطم. غادي نخلطوها مزيان وغادي نضيفها وغادي نوضعها على الوجه ديال هاد الفطيره. من بعد غادي ناخذ واحد الملعقه صغيره وغادي نبدا كندير بها كما في الشكل اللي في الفيديو، بحال كنحاول انني كندير واحد الخط هكا اللي كيكون مائل، كنضغط على العجين. مهم ممكن انكم ديروا اي شكل كتبغيتو، ممكن ديروه على شكل مربعات، فلكم الاختيار. غادي نعاودهم هنايا كما كتشوفوا، وغادي ناخذ الحشوه اللي حضرنا من قبل ديال الكفته، غادي نحاول انني نديرها هكا رقيقه وغادي نوضعها في هذاك اللي درنا من قبل بالملعقه. غادي نزينها بالقليل من الزنجلان. انا عندي هنا سمسم اللي كحل او الاسود، سمسم الاسود، وغادي نخليها تختمر واحد 10 ديال الدقائق فقط. وغادي تشعلوا الفرن اللي كيكون ساخن من قبل، وكتدخلوها الفرن على درجه ديال 200 درجه حتى كطيب لينا وكتحمر. وكان هذا هو الشكل ديال الفطيره ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. كما كتشوفوا كانت رقيقه هذاك العجين، ولكن كيتنفخ في الفرن وهكا كيخليه هذاك العجين كيجي خفيف وهشيش من الداخل. وحتى ديك الكفته راها كطيب وكتجي صراحه لذيذه بزاف، كتجي بحال مشويه، كتجي روعه. غادي تقطعوها. انا هنايا قطعتها المربعات، خدات ليا 12 قطعه، درت 4 على 3. ممكن نتوما تقطعوها بالطريقه اللي كتحبوا، ممكن ديروها اصغر من هكا ولا اكبر، فلكم الاختيار. وهنا غادي نوريها لكم من الداخل كيفاش كتجي. الصراحه كتجي قطنيه لذيذه بزاف، روعه لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. والاهم اللي عاودتكم في القناه ديالي هو السهل والسريع دائما، واللي غادي نعتمدوه ان شاء الله في هذا رمضان المبارك في قناتي عالم اسيل. ان شاء الله من هنا لقدام غادي يكونوا وصفات سهله وسريعه لرمضان المبارك. كما كتشوفوا العجين كيجي الصراحه روعه. الا كنتو وصلتوا الفيديو حتى لهاد اللقطه هذه كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي. الا عجبكم المحتوى ديال قناتي، وكملاحظه اللي بغيت نضيفها، فبالنسبه للحشوه فهي اختياريه. ممكن انكم ما تستعملوش الكفته وتستعملوا فقط الخضر والفلافل. ما بقى ليا الا نضرب لكم موعد في الفيديو الماجي ان شاء الله. في امان الله وحفظه.